واش فراسكم بان دابا حاليا في كازا كنعانيو واحد الازمه اللي كبيره وكبيره بزاف، شي حاجه اللي باقي لحد الان ما قادرينش نتحكموا فيها؟ ماشي قضيه الكرا راه غالي في شي مدن والمعيشه راه غاليه وبنادم ما عندوش فين يمشي يكري ولا فين يمشي يصيف، ولكن راه كاين اكبر مشكل اللي كنعانيو منه دابا واللي غادي يضرنا بصحتنا وغيضر بزاف ديال الحوايج، هو المشكل ديال النقص ديال المياه. وانا متاكد بان بزاف ديال الناس اللي غيكونوا سمعوا هذا الاوديو اللي غنسمعوه دابا. المهم قبل ما ندخلوا في التفاصيل نسمعوا شنو قال في هذا الاوديو هذا ورجعوا نكملوا من بعد. وبالمناسبة الإخوان والأخوات أثناء الاجتماع ديالنا بمقر ولاية الدار البيضاء تبين الأمر اللي غادي نذكره لكم الآن، اللي بعيد عن الموضوع شوية، ولكن المهم الموضوع ديال الماء حاليا مع الأسف وبكل أسف كتدرس إمكانية قطع الماء في مدينة الدار البيضاء، ماشي غير في الليل وإنما حتى بالنهار مع الأسف. يعني الإخوان كلهم، لا الموظفين ولا المسؤولين ولا سميتو، كلهم متضمرون من هذه المسألة هذه. كل شيء كيتأسف، كل شيء ولكنه قرار غادي يكون لا محيد عنه. فالمهم نوصي راسي ونوصيكم ونوصيو العائلات ديالكم باش يوجدوا شي الاواني اللي يقدروا ياخذوا فيها الماء احتياطي. بزاف ديال الناس راه باقيين جاهلين هذه القضيه هذه. بزاف ديال الناس باقيين دابا كيمشيو للبحر كيتبحروا، كيجي كيخوي عليه واحد 50 لتر ديال الماء باش يدوش، كيقول لك كنحيد الملحه ونهار يتقطع عليك ولدي الماء غتقول بقى بملح شي وما ندوش، ما عنديش المشكل. لحقاش فريمون هذه القضيه هذه اللي كيدويو عليها راه قادرين يوصلوا لها غدا ولا بعد غدا، وراه في شي مدن في النواحي ديال كازا راه بصح نيت بدا كيتقطع عندهم الماء وما نمشيوش بعيد. برشيد اللي بعيده على كازا تقريبا بواحد 40 كيلومتر راه بدا حاليا فيها كيتقطع الماء. وتخيل معايا وصلوا لواحد الوقت اللي فريمون لقاو الماء مقطوع في الروبينيات. بزاف ديال الناس جاهلين وكيقول لك لا راه بغاو شي شركات يستثمروا ويبيعوا القراعي ديال الماء ديالهم، هذاك الشيء علاش كيديروا لنا هذا البلان هذا. ولا كنتي كتفكر بحال هكا راه غير كتخربق، لحقاش كاملين عارفين بان عشنا واحد 5 سنين ولا 6 سنين سنوات ديال الجفاف. واخا نزلت الشتا هذا العام بواحد الطريقه اللي شويه هي كبيره، ولكن ما غاديش تعوض لك هذيك 5 سنين. وهنايا غادي نشرح لك علاش. ديك الشتا اللي صبات هذا العام حيت بنادم راه باقي ما كيفكرش في واحد القضيه. فاش كيجي الصيف وكيسخن الحال كيف ما دابا كتشوفوا مثلا في كازا 26، في مراكش مثلا 47، بلي ملال مثلا 47، فاس مثلا 42 درجه الحراره، الرباط مثلا 29. راه كاين الماء اللي كيكون في السدود كيتبخر. كازا مقسومه لجوج ديال الاقسام، كاين القسم الجنوبي وكاين القسم الشمالي. القسم الشمالي هنا كنهضروا على مثلا البرنوسي، حي الازهار، اناسي، عين سبع. هاد البلايص هادو كاملين كياخذوا الماء ديالهم من واد سبو، وشحال هادي ما كانوش كياخذوه من واد سبو ولكن كياخذوه من واد ابي رقراق. ولا حقاش في الجهه ديال فاس صفرو بولمان صبات فيها الشتا بزاف، الواد ديال سبو كان كيعمر، كان كيوصل لدرجه انه كيفيض. وباش هذاك الماء ما يبقاش يضيع ويتلاح ديريكتومون في البحر، قرات الدوله باش دير انابيب اللي تاخذ هذاك الماء اللي غادي نضيعوه ونعاونوا به هنايا في كازا. مشروع اللي ماشي هو ساهل وكيتقام بزباله ديال الفلوس، ولكن كتبقى عندنا المنطقه الجنوبيه. المنطقه الجنوبيه ديال كازا اللي هي عين الشوق، حي حسني، دار بوعزه، طماريس، سيدي رحال، واللي كتاخذ الماء من سد المسيره. هذا السد اللي نشف، السد اللي وكح. وفاش كندوي بهذا الشيء ما كنقولش هذا الشيء من راسي، ولكن كاين ارقام بصح اللي كتبين بان ما كاينش الماء في هذا السد. وسمعنا مؤخرا بان ولي العهد مولاي الحسن دشن ستاسيون ديال تحليه مياه البحر، المشروع اللي غيوجد من هنايا ل 2026. ولكن من هنا ل 2026 شنو خصنا نديروا حنايا كمغاربه ولا كمواطنين باش نحافظوا على هذه الثروه هذه المائيه القليله اللي باقا عندنا لدابا؟ خصنا باينه نبدلوا العشيادات ديالنا وكيفاش كنستعملوا الماء ديالنا بشكل يومي. ماشي كتفيق الصباح كتغسل وجهك بسطل ديال الماء وكتحك سنانك بايطرو ديال الماء، وفاش كتدخل الدواش كتخسر على راسك 100 ايطرو. راه كاين اللي كيطلق الروبيني وهو كيحك سنانه، كاين اللي كيجي يغسل وجهه وهو كيغسل في وجهه الماء مطلوق. هادشي ما غنحسوش به، ولكن امتى غنحسوا به؟ هو نهار فريمون نحلوا هذاك الروبيني وما لقاو والو. شنو غدير ديك الساعه؟ داكشي علاش خصنا نطلبوا الرحمه من عند الله، و ميم طون خصنا نديروا احتياطات راسنا. الدوله دابا كتنجز بزاف ديال المشاريع، ومنهم انها حبست على شركات النظافه يغسلوا مثلا طوارو ولا يغسلوا الشوارع
بالمياه الصالحه للشرب. حبسات مثلا حتى لي جارديني انهم يسقيو الجرادي بالمياه الصالحه للشرب. ومشينا دابا القضيه ديال اعاده تدوير المياه، يعني ديك الماء اللي كيمشي مثلا ديال واد الحار نقدروا نستعملوه مثلا في السقي ديال الجرادي. وهذه بطريقه سهله. كاينين ستاسيون دي ستاسيون ديبيوراسيون اللي هما كيديروا المعالجه ديال الماء، وديك الساعه تقدر تستعمل هذا الماء هذا في الجرادي ولا في الغسيل ديال الطوموبيلات ولا في بزاف ديال الحوايج اخرين. ولكن المشكل اللي كاين هنايا واللي حنا ما مستغلينوش كمسؤولين هو ان كاينين تقريبا على ما يزيد واحد 54 عين كاينه في كازا، وهاد العيون اللي باقيين خدامين لدابا، ومنهم عين اللي شفتها مرارا وتكرارا في طريق سيدي الرحال كاينه بالضبط في تماريس، وكنلقاو بان ناس كيستغلوها غير في الغسيل ديال الطوموبيلات، مع العلم بان راه يقدر ينوض عليها الصداع وتنوض عليها المضاربه والتخاطيف الا مشى تتقطع الماء في الروبينيات. دونك علاش هاد العيون هادو ما نعاودوش نستعملوهم ونستغلوهم في المياه الصالحه للشرب؟ اي حاجه في هذا الكون راه عايشه بسبب الماء اللي عندنا. حيد الماء يموت كلشي، بنادم، حيوانات، نباتات، حتى حاجه ما غتبقى، حيت ما كايناش شي حاجه اللي كتمشي على رجليها بلا ماء. دونك خصنا نبدلوا السلوكيات اللي كنديروا. وهنايا غنهضروا على بزاف ديال الحوايج. شي حنايا كمغاربه ما بغينا لا بيسينات، ما بغينا حتى شي حاجه. الصيف حراره، البحر كاين، نمشيو ليه البحر ديال الله. ما بغينا بزاف ديال الناس يبدلوا هذا التعامل هذا اللي كيتعاملوا. انا كنسمع دابا بيسينات بانهم كيعمروهم بالماء، الماء الصالح للشرب، الماء اللي كنشربوه من الروبينيات، ولا كيقول لك تجي تهضر معاه كيقول لك لا راه عندي البير. هذاك البير تا هو راه خصك تحاسب عليه. داك البير تا هو راه فيه موطور، حيت داك البير ماشي ديالك، بير كاين تحت الارض، داكشي ديال الله، ومن حق كل مغربي يستافد من هذاك البير. يعني كاينين الناس اللي عندهم بيسينات في الفيلات ديالهم خصهم يراعيو شويه لهذا الشيء. راه ماشي كل 3 ايام 4 ايام نبدل هذاك الماء. شحال من اطرو ديال الماء كتخسر باش انت غير تعوم فيه؟ اي اجراء غادي ديروا الدوله باش نحدوا من الخطر ديال ان الماء يتقطع انا معاه، وانا اول واحد نساهم في هذا الشيء. دونك نبدلوا السلوك ديالنا، لحقاش هذا الشيء اللي غادي ليه راه ما كيبشرش بالخير. وباش تكونوا عارفين من هنايا لقدام راه ما غاديش يولي الصداع والمشاكل في العالم كامل على النفط والبترول والذهب، ولكن غيولي على الماء اللي كيتسمى دابا حاليا بالذهب الازرق. وجعلنا من الماء كل شيء حي. هذه كتلخص كل شيء. فيديو ديالنا سهله، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. الله